في الفيديو ده هنتكلم او هنكمل البيجز البارت 2، وده اللي احنا هنفهم فيه ازاي اللي احنا نبدأ نضيف محتوى على الصفحات ونشوف ازاي نعدل عليه. هنروح للداشبورد بتاعتنا زي ما احنا متعودين في كل فيديو، بس المرة دي بقى انا مش لسه اروح من الداشبورد واروح للصفحة، لا انت خلاص المفروض عرفت ازاي تروح للشكل اللي احنا فيه ده دلوقتي، او اللي احنا الصفحة اللي احنا عملناها المرة اللي فاتت اللي هي البيرنت اللي احنا خدنا في الفيديو اللي فات بتاع البارت 1. هي كل الاعدادات اللي هنا دي، بس دلوقتي احنا نبدأ نشوف الاعدادات اللي هنا اللي احنا بقى ازاي نعدل على الحاجات دي. وزي ما قلت لك خلي بالك من حاجة، البيج والبلوك، هتفهم قصدي ايه دلوقتي. خلي بالك ان المين تايتل وده اسم الصفحة نفسه بيوديك على البيج على طول، بس باقي الاليمنتس كلها توديك على البلوك. يعني بص مثلا لو دوسنا هنا، ده اصلا باراجراف تمام اهو. بص بيبقى فيه اعدادات. تعالى مثلا ناخد تكست، يعني نجرب تكست. هاخد تكست من هنا ونيجي هنا نعمل له بيست، وليكن مثلا التكست ده بيبقى قدامك اللي انت تعدله من هنا او اللي انت تعدله من هنا. يعني دي حاجة حسب راحتك انت بتحب تعمل ايه، بس التعديلات هنا بتبقى محدودة، يعني بتبقى شوية حاجات في شكل التكست نفسه. اما هنا بيبقى عندك الالوان والحجم والكلام ده كله. تعالى نبدأ بالحاجات اللي هنا. ممكن تتحكم في الالاين بتاعه، انت عايزه في النص او عايزه رايت او ليفت، دي طبعا بتعتمد على اللغة بتاعت الموقع RTL او LTR. وهنا لو عايزين نخلي مثلا كلمة معينة بولد بالمنظر ده، وهنا لو عايزين نخلي الكلام ايتاليك بالمنظر ده، وهنا لو عايزين مثلا كلمة لوريم دي بتودي اللينك وليكن w3.org، ندوس هنا كده بقت مربوطة بلينك. وهنا بيبقى فيه طبعا شوية حاجات تانية هسيبك اللي انت تكتشفها، وليكن مثلا منها الهايلايتنج، اللي احنا مثلا عايزين نعمل هايلايت للون ده كده تمام. وبيبقى فيه تعديلات تانية او يعني حاجات تانية لو انت عايز تستكشفها، بس يعني الحاجات دي نادرا لما هنستعملها. وكده كده احب اقول لك ان اصلا الايديتور ده نفسه احنا مش هنستعمله كتير في الووردبريس، عشان احنا هنشتغل بالاليمنتور، والاليمنتور هو بقى ايه زي ما تقول ملك الكلام ده كله تمام. وهنا بيبقى فيه شوية حاجات لازم تعرفها وهي مهمة جدا. اول اوبشن هو الكوبي. لو انت عايز تكوبي مش هتكوبي التكست، انت هتكوبي البلوك كلها. يعني بص تعالى نعمل لها كوبي، ومثلا نيجي هنا بيست. بص طبع البلوك زي ما هي كلها. لو عايزين نمسح بلوك بيبقى فيه هنا ديليت تمام. وهنا بيبقى عندنا الدوبليكيت لو عايزين نعمل دوبليكيشن للبلوك دي. وهنا اد بيفور لو انا عايز اضيف حاجة قبل البلوك دي، وهنا اد افتر لو انا عايز اضيف حاجة بعد البلوك دي تمام. وبيبقى فيه هنا كوبي ستايلز لو انت عامل ستايلنج معين للبلوك دي وعايز تعمل كوبي بس للستايلز بتاعتها وتعمل لها بيست. وهنا جروب واللوك. اللوك ده طبعا لو انت ايه عايز تعمل اللوك اول، ناخد البلوك دي نوديها في اي حتة تانية. بص هتلاقي اللي هي مش بتتحرك معانا. هتقول لي حاجة، هو احنا ممكن اصلا اللي احنا نحرك البلوك دي؟ ايوه بص من هنا دي ممكن اللي احنا نحرك اماكن البلوك نفسها. وطبعا دي مش هتبقى واضحة غير لما ايه نضيف شوية تكست كمان كده مثلا. تعالى احنا مثلا البلوك دي عايزين نحركها، هنجيبها كده او كده او كده او كده، او ممكن اللي احنا نمسكها كده دراج اند دروب، بفضل مهولد عليها ومثلا اسيبها هنا تمام. اللوك ميزته اللي هو بيعمل لوك للموفمنت بتاعتها. يعني بص مش هنعرف اللي احنا نجيبها يمين وشمال او نحركها فوق وتحت، الا لو احنا بنحرك حاجة تانية. يعني إحنا ممكن نحرك التكست ده بس ما ينفعش اللي احنا نحرك دي نفسها. بس يعني احنا مش هنحتاج اللي احنا نلوك حاجة زي دي، يعني اضافة مش هنستعملها كتير. تعال نخلي دي هنا، وتعال نشوف ايه بقى السيتنجز اللي هنا. السيتنجز اللي هنا بيبقى فيه تكست كلر لو انت عايز تغير اللون بتاع التكست، خليه مثلا باللون ده. وهنا الباك جراوند لو انت عايز تضيف باك جراوند للتكست نفسه، ممكن تخليه بالمنظر ده مثلا. او هنا طبعا بيديك يعني تحذير او ويرنينج بسيط كده، اللي هو يعني اللون ده مع اللون اللي جوه هيبقى صعب اللي هو يتقري. ازاي تشيل اللون ده، ازاي تشيل الورنينج ده اللي انت مثلا تخلي اللون ابيض، يعني كده بقى مقري شويه. بس يعني هو عامه
اللون الاخضر كباك جراوند للتكست هو حاجه غريبه عامه، فهو هيفضل الورنينج ده موجود. بس يعني انت فهمت الفكره، اللي انت ما تحطش الوان غريبه لعين المشاهد. يعني بص مثلا عشان اوريك غباء الورنينج ده، يعني احنا خلينا التكست بالابيض، ده تكست مش مقري خالص، شال الورنينج بتاعه، مع ان اللي التكست اصلا ما بقاش مقري. بس يعني انت فهمت الفكره، هو بيحاول يحذرك من ايه. تمام. ده كده التكست. ممكن برضو نخليه باك جراوند جريدينت، بيديك هنا تشكيلات جميلة للجريدينت، بس طبعا يعني ده شكل مش مقري خالص. تعال نخليه هنا بالابيض مثلا كده. انت طبعا بتتحكم في الجريدينت لو انت عايز بقى هنا تعدل الالوان، بس هو يعني هنا بيديك تشكيلات جميلة شوية تقدر انت تعدلها. وهنا بيبقى عندنا في التايبوجرافي السايز بتاع التكست لو احنا عايزينه ميديوم او لارج كده مثلا. وهنا الدايمنشن. ايه الدايمنشن؟ البادنج والمارجن. طبعا اي حد دارس سي اس اس قبل ما يجي الكورس ده، يعني طبعا انا قلت الكورس ده مش محتاج اي نوليدج باي لغه. بس ايه البادنج وايه المارجن؟ تعال مثلا نضيف البادنج ونشوف البادنج بتعمل ايه. لاحظ هو بيعمل ايه. بيضيف مساحه داخليه للبلوك. طب المارجن، تعالى كده نضيف المارجن. بص المارجن بيعمل ايه. بيضيف مساحة خارجية للبلوك مش جوه البلوك نفسها. ويعني دي حاجة ممكن هنستعملها بعدين، بس زي ما قلت الاليمنتور هيخش يغطي على كل الحاجات دي عشان احنا هنستعمل الكلام ده في الاليمنتور. تمام. تعال نشوف هنا الادفانسد. الادفانسد فيه ايه؟ HTML انكر ده يعني دي حاجة مش محتاجة اشرحها عشان فعلا هتلخبطنا خالص. يعني لو انت عايز تقراها اقراها، وهنتجاهلها عشان احنا مش هنستعملها، عشان زي ما قلت برضو احنا هنستعمل اغلب الحاجات دي في الاليمنتور. الاديشنال CSS كلاسز، فاكر الفيديو بتاع المنيوز لما احنا ضفنا CSS من CSS كلاس لمنيو معينة وخلينا اللون بتاعها احمر؟ يعني تعالى كده نشوف. فاكر دي كان ليها سي اس اس كلاس معين اللي هو كان اسمه تقريبا ريد كولر منيو، وعدلنا عليه بالسي اس اس خليناه احمر. يعني لو انت عايز تضيف سي اس اس كلاس لبلوك معينه بتضيفها من هنا، لو انت احتجت بقى بعدين تعمل تعديلات بالسي اس اس على الكلام ده. تمام. بعد ما بنخلص تعالوا ندوس هنا ابديت ونشوف ايه اللي احنا عملناه ده. تمام. ونعمل ريفرش. بس هتلاحظ حاجة، اللي احنا يعني الصفحة مش موجودة في المنيو، فتعالى نضيفها في المنيو احتياطي عشان ايه نعرف نأكسس عليها بسرعة. هنروح هنا للمنيوز، هنلاقي هنا البيرنت دي اللي احنا عايزين نضيفها. نقول له هنا سيف منيو، ونروح هنا نعمل ريفرش، هنلاقي الصفحة اهي، وندوس هنا اهي الصفحة هتظهر معاك بالكلام ده. طبعا الابداع هنا لا ينتهي، انت ممكن اللي انت تعمل كل اللي انت عايزه. واحنا هنبدأ نشوف بقى ايه البلوكس المختلفة. تعالوا هنا نعمل edit page ونبدأ نشوف بقى البلوكس اللي بيقدمها لينا الووردبريس بتبقى عاملة ازاي. طبعا انا هسيب الشكل ده عشان عاجبني شوية بصراحة، يعني شكله لذيذ. هنمسح دول بس. تمام. ونخلي دي تحت كده عشان نشتغل هنا في المساحة دي. تمام. تعال بقى نشوف ايه البلوكس اللي موجودة عندنا. انت بيبقى عندك تو اوبشن اللي انت تضيف بلوكس. وعايزك تعرف حاجة، ان البلوك الديفولت بتبقى دايما باراجراف. تمام. حلو. انت بيبقى عندك 3 اوبشنات مش اوبشنين بس اللي انت تجيب بلوكات. يا بتكتب سلاش هنا وبيجيب لك هنا اللي انت عايزه، يعني لو كان مثلا كتبنا ميديا هيجيب لنا الميديا يعني. او اللي انت تضيف على البلس اللي هناك دي بيجيب لك هنا كل البلوكات وفي هنا سيرش. او تقول له براوز اول، ودي بقى اللي بتفتح لك ايه، بتفتح لك التابة دي، تابة او سايد منيو فيها حاجات كتير جدا 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 جدا. انا طبعا مش هشرح كل الكلام ده عشان انا لو قعدت اشرح الكلام ده الفيديو ده يعني هيبقى 3 4 ساعات. تمام. انا هشرح لك بس الاساسيات. احنا خدنا هنا الباراجراف، وفي ميزه كويسه او ميزه لذيذه يعني اللي هو بيضيف لك بريفيو. يعني مثلا ده الباراجراف، ده الهيدنج بيبقى عنوان بنتحكم احنا فيه، احنا عايزينه H1 ولا H2 ولا H3 ولا H4. دي طبعا حاجة هيفهمها الناس اللي دارسين HTML والناس اللي فاهمين في ال SEO ايه لازمة الهيدنجز. وليكن مثلا نكتب title 1. بيبقى فيه هنا نفس التعديلات، الكالر والباك جراوند، وهنا اسمه ايه ده،
السايز، وهنا الابيرنس دي اللي هي كان بولد ولا سين ولا لايت ولا ميديوم، انت هنا بتتحكم في اللي انت عايزه. وهنا الليتر كيس دي اللي هي مثلا ايه، لو كتبتها كله سمول كده، ممكن اللي احنا نقول له لا خلوهم لي all upper case. يعني دي حاجة برضو ممكن تحتاجها وممكن لأ. وهنا نفس الدايمنشن وهنا نفس الادفانسد، مفيش أي حاجة جديدة خالص كهيدنج. تمام، ده بالنسبة للهيدنج. تعالى نضيف حاجة كمان ونشوف ايه هي. براوز اول، افتح لنا هنا دي الليست. طبعا بقى الحاجات دي يعني هي مجال للتجربة الشخصية، يعني انا مش هقعد بقى اللي هو ايه امسك كل حاجة ونجربها. يعني مثلا الليست دي معروفة، تيست 1 تيست 2 تيست 3، يعني حاجات بديهيات بقى، انت مفروض تبقى ايه عارف الحاجات دي، تبقى عارف ازاي بتتحكم فيها. وطبعا انا زي ما قلت لك، انا هسيب لك في الريسورسز بتاعه الفيديو ده زي دوكيومنتيشن تعرف منه كل الحاجات دي. بيبقى فيه هنا كود، بيبقى فيه هنا كود لو انت عايز تضيف كود بشكل مرتب. وهنا ديتيلز. الديتيلز دي حلوة شوية، يعني مثلا لو ايه عايز اكتب هنا تيست 1، وهنا ناخد مثلا الكلام ده كوبي بيست كده ونعمل ابديت ونشوف الصفحة دي. بص كده التيست 1 ده لما ندوس عليه هيفتح لنا هنا آه كلام تاني تحتيه. يعني دي ميزة آه كويسة شوية. تمام، خلاص ده هنمسحه مش عايزينه، ده كمان مش عاوزينه. تمام، ولا كمان ده عاوزينه. اه لا، ده انا مسحت التكست نفسه الكبير، هدوس كنترول زد او هعمل هنا اندو عشان اجيب اللي انا مسحته تاني. تمام، هقول له هنا اد بيفور ونشوف باقي الحاجات اللي موجودة معانا عاملة ازاي. الديتيلز عندنا هنا البري فورماتد، طبعا انت بقى هتقرا البري فورماتد والبريفيو بتاعه تشوف لو انت عايز ولا لا. هنا البول كود دي شكلها كويس، يعني تعالى مثلا نضيف مثلا نقول احمد عزيز في يوم من الايام قال حكمة، وليكن مثلا احمد عزيز قال حكمة في يوم من الايام واحد اتنين تلاتة، يعني تخيل دي حكمة معلش يعني. تمام، وهنا بيبقى عندك الستايل، هنا البوردر الحجم بتاعه عامل ازاي، وهنا الراديوس ممكن تضيف له راديوس يبقى بالمنظر ده. تعالى نعمل هنا ابديت ونروح للصفحة نعمل ريفرش. طبعا يعني احنا على اخر الفيديو ده هتحس ان الصفحة دي ساحة حرب، يعني فيها تجارب وحاجات كتير غريبة، بس يعني انت بتفهم الفكرة اللي احنا بنتعلم، فعادي اللي احنا نعمل اللي احنا عاوزينه. تمام، هنا دي البول كوت، وهنا التيبلز لو انت عايز تعمل تيبل، وهنا الفيرس يعني شبه البري فورماتد شويه، وهنا الفوت نوتس يعني دي حاجه ملهاش لازمه. وهنا الكلاسيك اديتور. ايه الكلاسيك اديتور ده؟ كلاسيك اديتور ده الوورد بريس بيتحدث باستمرار، وقبل الفيرجن من الاديتور اللي احنا شغالين فيه ده، يعني الاديتور اللي هو ده، الاديتور اللي هو اللذيذ ده اللي هو اللي فيه يعني فلكسبيليتي كتيره، كان في اديتور يعني انا بصراحه شايفه عقيم شويه، وهو الكلاسيك اديتور بتاع الوورد بريس. يعني كان هو ده بس، كنت بتكتب هنا الكلام كده، ويعني امكانياتك محدودة جدا جدا جدا. كان حاجة سيئة جدا يعني بصراحة، ولا في ستايلات ولا في اي حاجة، كان حاجة يعني صعبة قوي بصراحة. تمام، يعني هو بيقول لك لو انت لسه من الناس المحبين للكلاسيك اديتور، هو برضو لسه سايب لك الاوبشن ده. تمام، نعمل هنا اد بيفور ونشوف باقي البلوكس اللي معانا ايه. عندنا هنا بقى الميديا لو انت عايز تضيف صورة، عايز تضيف جاليري، عايز تضيف اوديو، عايز تضيف كفر، عايز تضيف فايل لو يعني عايز يتعمل له داونلود، عايز تضيف ميديا جنبها تكست، عايز تضيف فيديو. في حاجة لذيذة جدا الناس بتدور عليها، لو انت عايز تضيف يوتيوب فيديو، الاوبشن ده موجود. بتدوس هنا تحط اللينك تقول له embed، يضيف لك اللي انت عايزه. يعني كل حاجة متاحة. وطبعا انا سايبك بعد الفيديو ده نوع من انواع الاساينمنت البسيط اللي انت تستكشف آه، الكلام ده كله، وتشوف ايه الحاجات دي كلها اللي موجودة. طبعا في حاجات كتير قوي لو انت عايز تضيف سبوتيفاي كونتنت، تويتر، فيميو، فليكر، ريدت. بص كل حاجة تقريبا موجودة هنا، وكل حاجة هتحتاجها هتلاقيها هنا. دي كده بالنسبة للبلوكس. طب تعالى نروح بقى للباترنز. ايه الباترنز دي او بتعمل ايه؟ وقبل ما نروح للباترنز تعالى نروح لحاجة تانية أبسط منها شوية، الميديا يعني بيجيب لك حاجة لذيذة، وهو بدل ان انت تدوس صورة
وتختار الصورة، لا ده هو هنا بيجيبها لك على طول لو انت عايز تعمل insert للصورة. والصورة دي ممكن اللي احنا نتحكم فيها زي ما احنا عاوزين، نعمل فيها اللي احنا عايزينه، نعمل لها كروب، نعمل لها روتيت، نعمل اللي احنا عاوزينه في الصورة. تمام. وممكن اللي احنا نعمل كده، نخليها في النص، ونيجي هنا نعمل ريفرش هنلاقي الصورة اتضافت. تمام. تمام. تعالى بقى ايه، نمسح دي كده عشان ما تاخدش مساحة، ونشوف احنا كنا بنتكلم في ايه. الميديا في الاوبن فيرس. ايه الاوبن فيرس دي؟ زي جاليري بيلت ان في الوورد بريس، انت بتدور فيه على اللي انت عايزه. يعني مثلا انا عايز صورة لكلب مثلا، عايز اضيفها بسرعة، بدل ما اللي انا بقى ايه اقعد لسه هشوف صورة من على جوجل واجيبها. لا هو هنا بيضيف لك صورة ممكن اللي انت تعمل لها انسيرت هنا على طول من الداشبورد. طبعا هو بياخد شوية عشان هو لسه يعني هيجيب الصورة ويعمل لها انسيرت، بس يعني الله يعينه عقبال ما يخلص. نروح هنا للباترنز، نشوف ايه هي الباترنز. تمام. ايه هي الباترنز؟ الباترنز زي ما تقول كده اللي هي ايه، يعني طبعا الصورة ظهرت اهي. تمام. يعني لا شكله حزين بصراحة، هيحزننا واحنا شغالين فايه. تعالى نمسحه ونكمل شرح. الباترنز هي سيمز او زي ready to use templates ممكن تستعملها في الموقع بتاعك. بمعنى تعالى مثلا نشوف ايه الكول تو اكشن دي. يعني لو دوسنا عليها هنلاقي اللي هو بيديك زي اشكال جاهزة انت ممكن تستعملها في البوست بتاعك او البيج بتاعتك على طول. يعني مثلا دي، واحسن حاجه اللي هي بتبقى الفلكسبيليتي بتاعتها عاليه. يعني انا مثلا عندي خصم بنسبه 35، وهنا مثلا هقول بس بدل شوب ناو هقول باي ناو، ونعمل سيف، ونروح هنا للصفحه نعمل ريفرش، هنلاقي اللي هو ضاف لك البانر ده او الكول تو اكشن. يعني اي تكست بيبقى تحتيه بوتن وفي باك جراوند ده بنسميه كول تو اكشن على طول، عشان تبقى عارف الموضوع ده. تمام. يعني وبيبقى عندك هنا بقى ايه اد بيفور. طبعا البيفور هيضيفه هنا عشان هو ضاف باك جراوند، يعني احنا مش عايزين كده خالص، احنا عايزين ايه بلوك لوحدها. ايوه هنا كده. ممكن مثلا نضيف هنا في الباترنز مثلا تكست، نشوف ايه الاوبشنات اللي عندهم. وليكن مثلا الباترن المعقد ده، الباترن ده يعني حاجة معقدة جدا. يعني بص ضايف لك التكست ازاي، تكست هنا وتكست هنا وتكست هنا. ممكن نخلي التكست ده لونه احمر بالمنظر ده، ممكن نخلي التكست ده لونه كده، ممكن نخلي ده اخضر. يعني عك بقى عك، احنا بنعمل اللي احنا عايزينه حاليا. ويعني ممكن ايه نخلي التكست ده لونه برتقاني، وده لونه اصفر. يعني حاجة في منتهى العبث، يعني احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه. احنا مجرد بس بنجرب، بنشوف الاوبشنات او الاوبشنز المختلفة اللي موجودة في الاديتور. طبعا انا مش هقعد اشرح الاديتور كله، الحلقة دي تقريبا ممكن هتقفل على تلت ساعة شرح. فتخيل ان انا بقى هقعد اشرح لك كل حاجة، وكل حاجة بالسيتنجز بتاعتها. صدقني الكورس ده مش هيخلص يعني. تمام. فانا هسيب لك في الريسورسز زي ما قلت لينك ممكن انت تشوف منه كل الحاجات دي، هبقى مرتبهم لك لو انت يعني عايز تستكشف. وانا انصحك بحاجة، اللي انت بعد الفيديو ده تعمل صفحة جديدة وتجرب فيها معظم الحاجات، وتجرب اللي انت تعمل حاجات كويسة. واللي انت يعني عايزك تبدع بقى. احنا كده انا بدأت افتح لك مجال الابداع في الوورد بريس، اللي انت تبدأ تعمل انت صفحات، وتبدأ انت تعمل اللي انت عايزه، وتعمل اشكال مختلفة. انا هسيب لك بعد الفيديو ده assignment. الاساينمنت ده هو هيبقى عبارة عن اللي انت هتعمل صفحة من خيالك. مثلا تشوف صفحة عايز تقلدها، او حاجة في دماغك انت نفسك تعملها، هتخلص الكلام ده وتاخد سكرين شوت باللي انت عملته وتبعته في الاساينمنت ده. عشان اديك فيدباك عليه، اقول لك ايه مثلا اللي كان ممكن تعمله، إيه اللي ممكن تغيره. اقول لك مثلا اللي انت ده شغل كويس، لا ممكن تعدل كذا، ممكن تعدل كذا. يعني هيبقى ايه زي assignment بسيط نقعد نتناقش عليه. وهيبقى assignment ممكن اللي الناس
تعلق على اللي انت عملته، وانت تعلق على الاساينمنتس اللي الناس عملتها. ويعني هيبقى ايه اساينمنت لذيذ كده، كل واحد يورينا يقدر يعمل ايه بالإديتور بتاع الووردبريس. وبس كده، ده كل اللي انت كنت محتاج تعرفه عن الصفحات في الووردبريس والإديتور بتاع الووردبريس.